هي ايه الفرق بين المشجع والعضويه؟ ولا حاجه، العضويه انت عضو عامل في النادي، انتوا نادي العين هو نادي رياضي ثقافي. الاهلي هو نادي رياضي ثقافي اجتماعي، وهو اقدم نادي في مصر يعني من 1907. العضويه انك تستمتع بميزات النادي. عندنا 5 فروع تستطيع ان تدخل هذه الفروع تستمتع بيها. عندنا ملاعب تنس، ملاعب بسباحه، بكل الالعاب. ثم تنتخب، من حقك ان تشارك في انتخاب يا راجل النادي ومجلس الاداره. يا راجل طبعا واسعد قوي دي. ايوه لا شوف خليك مشجع. لا عايز استمتع يا اخي، عايز اروح تنس وسباحه. لا هيسمحوا لك انت. يا عم انت عديت، انت مش فاهم انت فين دلوقتي. انت لو رحت النادي الاهلي هياخدوك بالاحضان ويفتحوا البيبان ويدخلوك. انا هرشح نفسي في دي الخطوه الجايه. خد بالك يا محمود يا خطيب. لا والله يسعدني ويشرفني ان اكون معهم. هل هتحضر مباريات تانية للاهلي هنا؟ هتيجي؟ والله حاجي في ماتش انا حضرت الماتش اللي شفته 5-2 حضرته. روح حبي قفشه اسمي على مسمى عفيش. قفشه خطير. وبحب امام عاشور لاعب جدا جدا. وبالنسبه لعادل جمال، انت بتفهم في الكوره كويس. بالنسبه لعادل جمال شخصيا بشوف امام عاشور افضل لاعب في مصر حاليا، مع احترامي للجميع. بحب ستايل لعبه. بحب ستايل لعبه. مين تاني بتحب ستايل لعبه؟ حسين الشحات. حسين الشحات شهادتك مجروحه فيه حبيبي ده. والله امسي عليك يا كابتن حسين الشحات واقول لك الله على ايامك مع نادي العين، ذكريات كاس العالم، ايام جميله، وجمهور العيناوي يمسي عليك ونقول لك نحبك والله يوفقك وين ما كنت. وانت على البال جمهور العين نحب لاعب مستحيل ينساه. حبيت مين من لعيبه مصر تانيين غير الاهلي؟ لعيبه مصر بحب كهربا. بس كهربا لعيب. مشكلته ايه من وجهه نظرك كمتابع يعني؟ مزاجي. انا مزاجي نفسي. انت مزاجي جدا. كهربا مزاجي. يعني ماتش بيكون فيه رونالدينيو وماتش مش موجود بيروح عند الحكم والجمهور. لعيب جامد يعني كهربا، بس لو يركز في نفسه هيوصل بعيد. ايه اللي بيخليه ما يركزش؟ عشان انت ما كنتش احيانا بتركز، فهتقدر تحط لي ايدك. انا كعادل اللي كان يعني ما يخليني اركز في كرة القدم، السهر بيضيع اللاعب. كنت بتسهر مع رفقاتي واصحابي. والله السهر بيضيع اللاعب. يعني نحن عندنا في الخليج بنحب نلعب ورقه. عرفتها البلوت دي. فاهم علي؟ فبتيجي التمرين وانت في مزاج مش كويس. بس انا كعادل بحب في مصر قلت لك امام عاشور وحسين الشحات ومحمد زيدان. زيزو لعب عندكم في الوسط. زيزو امسي عليك يا حبيبي. زيزو لعيب طبعا. لعيب زيزو لعيب من جدا. احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه. بس هو اصابته وهو كمان ما استفادش من قدراته. صح، لعيب جدا. جيل مصر اللي لعب ضد البرازيل ده 2008 و2010 و2006 جيل ما يتعوضش. وعماد متعب المهاجم. عماد متعب والله متعب. والله كان متعب عماد متعب. بس الكرة عندكم اتطورت جدا في الامارات، وخاصة العين عنده لعيبة عالميين، عدد كبير قوي من المحترفين. وطموحكم انتوا خدتوا كأس آسيا، يجب ان يكون الطموح اكبر، وهنقابلكم تاني في كأس العالم للأندية ان شاء الله. شوف نادي العين بقيادة سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد والشيخ سلطان بن حمدان، وفي رجل سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي. طبعا ابو هزاع يعني رجل بيفهم كرة قدم. يعني اللعيبة اللي جو سفيان الرحيمي، لابا، فالديفيا، هو اللي جابهم. إميرسون عنده نظرة. عنده نظرة كرة القدم اسمه، وبيعشق نادي العين. اي لاعب سوبر محمد بن ثعلوب له نظرة في اللعيبة. يعني سفيان الرحيمي شفت ازاي؟ ايوه يا سيدي. محمد بن ثعلوب كان زمانه معانا. لا بس ما راحش بعيد. لا قاعد عند اخواتكم. عند اخواتكم. ايوه عند اخواتكم. فشوف نادي العين اول نسخة لكاس آسيا 2003 نادي العين هو بطلها. ايوه انا عارف. نسخة 2024 نادي العين هو بطلها. نعم. بقول لك معلومة، في المباراة ضد الفريق الياباني العين فاز على الهلال وفاز على النصر. وانت تعرف القيمة السوقية طبعا. واللاعبين والتحضيرات
وانك تفوز على الهلال والنصر مش بالقيمه السوقيه، والا الاهلي ما كانش غيرها بالعين. شفت كيف؟ القيمه السوقيه عندكم اعلى مننا بكتير بكتير، بس انا قصدي على انه تحضيرات الفريق، يعني نعم. انت جايب لعيبه شامبيونز ليج وفاهم علي؟ طبعا. فالعين مع احترامي للهلال امسي عليهم وعلى جماهير النصر السعودي، بالعكس انا محب ومتيم في الكره السعوديه، بس طبعا هي تطورت تطور نعم جدا رهيب جدا نعم رهيب، واصبحت فرقها من الفرق المصنفه يعني. نعم وان نعم كان الاهلي غلبها يعني بس عادي يعني كلنا في نفس الباص. ايوه مش عايزين نزعل من بعض يعني. اخوات كلنا. فالعين اخذ اسيا بجداره واستحقاق بإدارة الشيخ سلطان بن حمدان. ايه اللي حصل للفريق خلى مستواه نزل؟ نتائجه في الدوري ليست جيدة، هل اجهد من البطولة؟ والله اجهد. والله العين لعب 3 ماتشات في آسيا كانت متعبة يا رجل، النصر والهلال صحيح والفريق الياباني، فاهم علي؟ مش عذر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر